يعني فاتحين من عند زوره لغاية آخره خالص، واخدين كل أعضائه، حتى عينيه، حتى مخه، كله حتى ايديه، مش بيخليه حاجة فيها. ابني ملوش المتعة دي والله. أنا طفل أبلغ من العمر 15 عاماً. تقرب مني رجل اسمه طارق يبلغ 35 عاماً وصادقني. كان لطيفاً معي وودوداً، وأصبحنا نلتقي ونتحدث كل يوم حتى غدر بي. قام باستدراجي إلى شقته، ثم أنهى حياتي، وقطعني إلى نصفين وكسر أضلاعي وأخرج أحشائي وأعضائي، ولم يترك بجثتي شيئاً على حاله. طارق استأجر الشقة قبل 4 أشهر، وبدأ يعمل في مقهى، ثم تركها وادعى أنه يعاني من مرض السرطان، ولذلك تعاطف معه الأهالي وأحاطوه برعايتهم، كما أنه كان شديد التدين ويؤدي الصلاة في أوقاتها بالمسجد. استمر البحث عني لمدة 3 أيام، حتى لاحظ أحد الجيران انبعاث رائحة كريهة من شقة طارق، وأبلغ الأهالي الذين استدعوا الشرطة. وعندما اقتحمت الأهالي والشرطة المنزل برفقة والدي، عثروا على جثتي فوق السرير مشطورة لنصفين طوليا، وأعضائي الداخلية مثل الكبد والكلى والطحال غير موجودة، وبعض الأحشاء موجودة بداخل كيس بجانب الجثة في مشهد صعب أغمى على والدي من شدته. والصدمة الأكبر كانت باعترافات طارق، الذي قال إنه تواصل مع شخص مصري يقيم بدولة الكويت، وتعرف عليه عبر إحدى الجروبات الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، وطلب منه سرقة أعضاء طفل وتوثيق ذلك في مكالمة فيديو مقابل حصوله على 5 ملايين جنيه. وقام بذلك حقاً، قام بقتلي وتقطيعي مباشرة وتصوير ذلك. وبعد الانتهاء مني لم يعطه المال، وطلب منه قتل طفل ثاني، وكان يبحث عن ضحية أخرى حتى قبضت عليه الشرطة. لم تنتهي الجريمة عند هذا الحد، وسعت النيابة العامة من تحقيقاتها، وتواصلت مع الإنتربول المصري، وطلبت القبض على المتهم المقيم بالخارج، وتم تحديد هويته، وتبين أنه صبي لم يتجاوز عمره 15 عاماً، فتم القبض عليه وترحيله هو ووالده، والتحقيق معهم. واعترف أنه طلب ذلك من أجل بيع الفيديو على أحد مواقع الإنترنت وربح المال من خلالها، ووالده لا يعلم شيئاً عن أفعال ابنه، ولم تكن الأولى التي يرتكبها. وتم العثور على الكثير من الفيديوهات الأخرى لديه، ليس معروفاً فيها من هو القتيل أو المقتول.